السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن، ودي قناة فاهم تشيس. الفيديو ده ان شاء الله بعد ما تخلصوا هتعرف تلعب تفريع دراجون سيسيليان او تفريع التنين اللي في الصقلي. هتعرف تلعبه كويس جدا. طيب انا طريقتي في الشرح هتبقى عامله ازاي؟ اولا كده انا هجيب لك جيم واحد بس، هتشوف بس جيم يعتبر جيم بيرفكت او جيم حلو قوي فيه كل الافكار. هقول لك افكار الابيض وافكار الاسود. انت لما تشوف افكار الابيض وافكار الاسود هتتعلم الدفاع، يعني هتتعلم الافكار بتاعته، هتتعلم انت بتلعب النقله دي ليه، النقله دي صح ليه، النقله دي غلط ليه، وهكذا. فبدون رغي كتير في المقدمه خلينا نبدا على طول في تفريع التنين. طيب يا جماعه خلينا نبدا دلوقتي. الدفاع الصقلي ده بيتلعب بسي 5. هنا اول حاجه الابيض هيلعب اي 4، وهنا انت هتلعب سي 5، وهو ده الدفاع الصقلي او سيسيليان ديفنس. هنا هيلعب لك نايت على الاف 3 يمهد لفكره الدي 4. يا جماعه طبعا انا بتكلم دلوقتي مع ناس المفروض انها شافت الفيديو الاولاني. ليه؟ لان انا دلوقتي شرحت كل فكره كل نقله في الاول، اللي هو قبل ما نخش في تفريع فكره كل نقله في الاول شرحتها في الفيديو اللي قبليه. اما دلوقتي انا هحاول اجري شويه في اول نقلات. هنا بيلعب نايت اف 3 مهل لدي 4، وهنا طبعا انت هتكمل وتلعب دي 6 الدفاع الثقيلي عادي. هنا بعد ما يلعب دي 4 هتاكل بيدق في بيدق، وبعد ما ياكل بالحصان هنا انت هتطلع بالحصان نايت على الاف 6، وكده انت داخل في التفريع. دلوقتي انت طالب البيدق، يعني دلوقتي انت طالب انت تاكل البيدق. هنا هيلعب لك نايت على السي 3، يقول لك انا هحمي البيدق ده. دلوقتي هنا انت هتخش على طول في الدراجون سيسيليان، وهي النقله المميزه لي اللي بتيجي حاليا. لو عملتها قبل النقلة نايت اف 6 دي تبقى اسمها اكسلريتد دراجون او الدراجون المسرع. هتلعب جي 6. هنا على طول اوبن سيسيليان دراجون فاريشن او تفريع التنين. فكره نايت على الجي 6 ديت ان انت عايز تجيب الفيل على مربع الجي 7 وبايت تبييت قصير، وتحاول ان انت تلعب بي 5 في بي 4، وتحاول ان انت تهاجم على جناح الوزير. طب افكار الابيض ايه؟ افكار الابيض ان هو يلعب اف 3 وجي 4 واتش 4 واتش 5 ويهاجم على جناح الملك عندك. طيب يعني دلوقتي ايه الافكار دي هتتنفذ ازاي؟ هو مش بس عايز يدفع بادئ الجناح الملك ويهجم عندك، هو دلوقتي عايز يبيت على جناح الوزير. يلعب لك بيشوب على الاي 3، يلعب لك كوين على الدي 2. ليه بيلعب بيشوب اي 3 وكوين على الدي 2؟ اولا كده تفريع الدراجون سيسيليان هو اصلا متسمي دراجون ده على اسم الفيل، يعني الفيل ده هو الدراجون، هو ده فيل التنين، لان هو بيقف هنا على الوتر ده بيبقى زي التنين بالظبط. طيب ايه هدف الابيض؟ الهدف الابيض ان هو يحاول يكسر الفيل ده، لان الفيل ده هيبقى اقوى قطعه عندك. فهو بيلعب لك بيشوب على الاي 3 كوين على الدي 2 بهدف ان هو يلعب لك بيشوب هنا ويكسر الفيل ده. فانت هنا لو جات لك فرصه في اي وقت في المباراه ان انت تكسر الفيل ده، تكسر الفيل اللي هو على نفس لون مربعات الفيل التنين بتاعك، كسره، لان ده هيديك طبعا امتياز. اولا امتياز الفيلين، وبالذات الفيل السفاح ده اللي هيبقى فيه الفيل اللي اسمه فيل التنين في التفريع، هيديك افضليه كبيره. طيب هنا الابيض هيكمل عادي زي ما قلنا، وهيلعب بيشوب على الاي 3. فكره بيشوب على الاي 3 انه عايز يلعب كوين على الدي 2 يبيت طويل، يلعب اف 3، يلعب جي 4، يلعب اتش 4. طيب هنا هتقول لي ما ينفعش مثلا ان انا دلوقتي اروح اطلب الفيل بحيث ان انا اكسره، ولما اكسره خلاص اخد امتياز الفيلين واحافظ على الفيل بتاعي؟ هقول لك لا، لان انت لو لعبت هنا الحصان هنا تطلب الفيل دلوقتي دي نقله بلندر. دلوقتي في افضليه 3 على الانجل الابيض. ليه؟ بيشوب بي 5 بتشيك. هتعمل ايه دلوقتي؟ انا مديك تشيك، هتعمل ايه؟ هتقول لي طب ما انا هغطي بالفيل. هقول لك اوعى، هنا هياكل الحصان بتاعك وما تعرفش تاكله بالفيل على حس الربط. فانت دلوقتي لما لعبت نايت هنا نايت على الجي 4، فكرتها ان انت عايز تكسر الفيل بتاعه وتاخد امتياز الفيلين ويبقى معاك فيل التنين، الفيل الوحيد على الاوتار السوداء. هنا انت خسرت حصانك، لان طب انت هتقول لي ايه؟ طب انا مش حاسس ان انا هغطي بالفيل. طب ما اغطي بالحصان. لو غطيت بالحصان هنا وعنده انه ياكل حصان في حصان، ولما تاكل بالبيدق ياكل بالفيل بتشيك، وهنا دلوقتي عايز هو هياخد الطابية. هتقول لي اغطي بالفيل. لو غطيت بالفيل هاخد الطابية، ولو ما تاكل الفيل هاكل الحصان، وهنا الابيض بيكسب الدور. لا هنا مش هينفع اكل الحصان عشان الفيل واقف، فهنا انا مش هاكل الحصان على طول، ولكن انا معايا تفوق. الابيض دلوقتي معاه تفوق 3 ونص على الانجن، وخلاص الابيض بيكسب الدور. دلوقتي الفيل ينفع ياكل عشان الفيل دلوقتي مش مربوط، ولكن الابيض بيكسب الدور. فمن الاول خالص مش هينفع بعد ما يلعب بيشوب على الاي 3 ان انت تنط على طول بالحصان تقول له انا عايز اكسر الفيل بتاعك، لان ديت بنقله بلندر، لان انت لسه ما بيتش، والكش ده كش بيبقى مضطر ان انت تغطي سواء بالحصان او بالفيل، وساعتها انت هتخسر قطعه. طب هنا برضو انت مطلوب منك ايه؟ انت مطلوب هنا منك ان انت تكمل خطتك عادي زي ما هو يكمل خطته. خطتك انت ايه؟ تجيب الفيل هنا، تجيب الحصان هنا مثلا، تجيب الرك على عمود السي، تجيب الكوين هنا، تحاول تهاجم على جناح الوزير لان هو هيبيت على جناح الوزير. فانت هتبدا باول نقله اللي هي النقله الاوفيس او النقله المنطقيه، ان انت تلعب بيشوب على جي 7. هو ده تفريع التنين، هو فكرته كده ان انت هفنكت الفيل وبعدين انت بيت قصير. الابيض قدامه كذا نقله. اول حاجه وكده كده يعني بيخشوا في نفس التفريع، يعني كده كده يخشوا في نفس الشكل النهائي، يعني هي الفكره بس ترتيب النقلات. انه يلعب اف 3. اف 3 يمنعك من نطة الحصان هنا ان انت تعوز تكسر الفيل. طب ايه تاني؟ كوين على الدي 2 وبعدين يبيت طويل زي ما قلنا. طيب ايه تاني؟ ممكن يلعب لك اف 3 في جي 4 في اتش 4.
فانت دلوقتي عندك هما دول الثلاث نقلات. عندك نايت على البي 3. ايه نايت على البي 3 دي؟ ان انت تنط بالحصان عندك على مربع البي 3 اللي هو ترجع بالحصان يعني ده. ولكن الابيض هيكمل عادي في التفريع اللي احنا شفناه الفيديو اللي فات، وهيكمل عادي يلعب كوين على الدي 2 وعايز يبيت طويل، وبعدين يحاول يكسر الفيل بتاعك ويلعب اف 3 في جي 4 في اتش 4. تمام. هنا انت هتكمل عادي يا باشا وتبيت قصير وخلاص. انت دلوقتي خلاص كده يعتبر ايه، خلصنا من اول جزء في الافتتاح. هنا الجيم هيكمل ازاي؟ هو هيبيت طويل، وهنا الابيض بيت طويل وانت بيت قصير، وهو دلوقتي عايز يهاجم بكل البادئ بتاعته ديت على جناح الملك بتاعك، ويحاول ايه، يهاجم عليك، وانت كذلك هتحاول تهاجم عليه من على جناح الوزير. هنا انت هتلعب نايت على سي 6. فكره نايت على سي 6 جميله. دلوقتي انت طالع بتنتشر بالحصان عادي لان هو المربع الوحيد اللي ظاهر لك يعني. او ممكن كنت تلعب نايت على الدي 7 وبعدين تلعب نايت على السي 5. المربع ده حاسه اقوى كمان للحصان. ولكن هتقولي مش ممكن يكسر هنا حصان في حصان؟ هقول لك يا عم انا متشكر، انا هاكل بالبي ده، ودلوقتي انا معايا افضليه، انا فتحت العمود ده على ملكك، ودلوقتي معايا بادئ متصله في السنتر، وهنا انا وضعي افضل بكتير. فهنا انت مش هينفع تاكل حصان في حصان وهتكمل عادي. هنا الجيم كمل ازاي؟ هنا الجيم كمل باف 3. فكره اف 3 ان هو بيلعب اف 3، عايز يلعب لك جي 4، عايز يلعب لك اتش 4، وهيكمل عادي في التفريع اللي احنا شفناه الفيديو اللي فات. طب هنا انت كاسود كواحد بيلعب الدفاع الصقلي تفريع التنين هتعمل ايه؟ هنا انت مش هتلعب اي 6 عشان اي 6 ديت نقله مميزه للنجدورف او النايدورف. هنا انت هتلعب عادي بيشوب على الدي 7، وتحاول ان انت تجيب روك على السي 8، نايت هنا مثلا، وتحاول ان انت تهجم على جناح الوزير. طيب احنا هنا هنلعب اول نقله اوفيس ظاهره لك، وهي بيشوب على الدي 7. دلوقتي انت بتكمل انتشار. طبعا يا جماعه اللاينات يا جماعه الشطرنج ده مش حفظ، انا بس جايب لكم جيم واحد تتعلموا منه، تتعلموا النقلات دي هدفها ايه، دي هدفها ايه، دي غلط ليه، دي حلوه ليه، دي بريليانت ليه كده. اما الشطرنج ملايين الاحتمالات. الشطرنج يعني ما بيخلص. فنقله واحده ممكن يا عم يلعب لك بدأ كده وخلاص وتغير لك التفريع كله. فانا دلوقتي عايزك اللي هو ايه، تتعلم بس من النقلات، ما تحفظش حاجه، عايزك تتعلم افكار النقلات دي ايه. هنا انت بتلعب بيشوب على الدي 7، فكرتها ان انت عايز تجيب روك على السي 8 وتهاجم على جناح الوزير. دي نقله مفهومه، مش عايزك تحفظها، افهمها بس ان انت ايه، هدف من اهداف الصقلي ان انت تستغل عمود السي المفتوح بعد ما هو اكل بدأ بعد ما انت اكلت بدأ في بدأ. فهنا انت هتحاول تستغل عمود الصقلي ان انت تلعب بيشوب دي 7، تلعب روك على السي 8 وتحاول تهاجم على جناح الوزير. طيب هنا بقى الابيض هيكمل في خطته اللي احنا قلنا عليها. حاول توقف الفيديو وتقول هي ايه الخطه. هعتبرك وقفت الفيديو. احنا هنا قلنا خطه الابيض ان هو يحاول يهاجم بالبادئ دي على جناح الملك. فهنا هو هيلعب نقله جي 4. فكره جي 4 ان هو بيلعب جي 4 وبعدها عايز يبقى يلعب اتش 4 وبعدها يلعب معذره، وبعدها يلعب اتش 4 وبعدين اتش 5 وهكذا. طيب هنا انت هتكمل ازاي؟ هنا انت هتلعب بالرك على السي 8. فكره رك على السي 8 هي زي ما احنا قلنا، هتجيب الرك على العمود، تحاول تستغل العمود اللي قدام الملك ده المفتوح. العمود ده مفتوح بالنسبه لك اما بالنسبه له لا. وهنا الابيض هيكمل بكينج على البي 1، واحده من افضل النقلات على الانجن، ان هو يحاول يحمي البادئ بتاعته وايه، يبقى متسنتر ما بين البادئ بتاعته. هنا الاسود بقى عنده كذا نقله كويسه. هنا الاسود عنده انه يلعب اتش 5 يتحدى البدأ ده، وعنده انه يلعب نايت على الاي 5، عنده انه يجيب روك على الاي 8. ولكن احنا هنشوف مثال واحد زي ما قلنا اللي هو الجيم اللي انا بشرحه لكم. انا مش هشرح لكم كذا جيم عشان الفيديو ما يبقاش طويل، انا هشرح لكم جيم واحد اتلعب ما بين جراند ماسترز. فانا عايزكم بس تفهموا افكار النقلات. هنا هو لعب نايت على الاي 5. الاسود فكره نايت على الاي 5 انه يجيب الحصان بتاعه على مربع افضل، ضاغط على البدأ ده، وانا عارف ان هو محمي بالحصان، ولكن هنشوف دلوقتي ايه اللي هيتلعب. دلوقتي الابيض قرر ان هو يلعب اتش 4. فكره اتش 4 اللي احنا قلنا عليها، اتش 4 عايز يلعب اتش 5 وبعدين يخش بقى ايه، يضغط على جناح الملك بتاع الاسود. وهنا الاسود لعب نقله بريليانت موف. وقف الفيديو حاول تلاقي النقله دي. هعتبرك وقفت الفيديو. النقله هي بوم. نعم النقله دي بريليانت ليه؟ اولا كده البدأ ده ببلاش. ببلاش ازاي يعني؟ لو كلت بالحصان وانا كلت بالفيل هتاكل بالحصان ومعاك بدأ زياده. ولكن الفكره هنا ان احنا مش عايزين البدء اصلا. الفكره ان احنا ايه، لو انت كلت بالحصان انا دلوقتي هاجي بالرك على العمود واستغل العمود ده كمان في وش الملك. يعني انت دلوقتي كمان هو بيقول لك افضل نقل على الانجن نايت تكس اف 3 عشان انت سبت البدأ ده. لو انا اكلته هتاكله بالحصان وهبدا ان انا اكل الحصان ده ببلاش، فهكون كده رجعت البدأ بتاعي. ولكن مش هي دي الفكره بس. الفكره ان انت هترجع البدأ بتاعك عادي، ولكن دلوقتي انت عايز تستغل العمود ده. مش العمود ده لما تبقى انت في وش الملك على طول هيبقى خطير في الهجوم، والكوين بتنضم بسهوله، الفيل هينضم بسهوله، الحصان بينضم بسهوله. هنا انت خلاص يعني دي مثلا نقله بتخلص حصان، هنا دي هتلاقيها بتخلص طالبه الوزير وطالب ان انت تضغط هنا بالركوب الوزير. فهي دي الفكره ان انت ضحيت بالبيدق مقابل ان انت تفتح عمود كمان على الملك. ولكن الجيم ده قلت لكم ما بين جراند ماسترز، فهو اكيد ما اكلش البيدق. هنا هو لاعب اتش 5 وقال له انا هكمل في خطتي. انا دلوقتي بهجم على جناح الملك بتاعك. رد عليه ايه ده، انت عايز تهجم على جناح الملك؟ طب انا هكمل في خطتي. هنا لعب كمان نقله بريليانت موف. وقف الفيديو حاول تلاقيها. هعتبرك لقيت النقله وفكرت. النقله هي بوم نايت تيكس. نعم عايز ايه؟ اولا كده البيادق، الثلاث بيادق دول خطيرين. يعني ايه خطيرين؟ يعني الثلاث بيادق دول على جناح الملك اللي بيهجموا عليك بيادق خطيره. هنا اللي بيلعب بالاسود قرر انه يضحي بالحصان بتاعه مقابل بدائين واحتمال انه ياخد البدأ الثالث. يعني ايه؟ يعني هنا هياكل بالحصان.
هنا انت هتاكل البدأ التاني في الهجوم، والبدأ ده بقى خلاص عديم الأهمية، بقى واقف ما بيعملش أي حاجة. هنا انت طالب حصانه، فهنا هو قرر يلعب ايه؟ قرر انه يلعب بيشوب على الاي 2 يحمي الحصان بتاعه. وهنا انت هتلعب بي 4. فكرة بي 4 ان انت بتطرد الحصان ده، وبتطرد الحصان ده، والحصان ده وظيفته ايه؟ قايم ان هو يحمي البدأ ده. فهنا لما الحصان يتحرك انت هترجع البيدق، وكنت يعني ضحيت بقطعه اللي هو الحصان مقابل 3 بيادق. وهنا انت وضعك كويس جدا، خصوصا ان انت تخلصت من 3 بيادق كانوا خطيرين على جناح الملك اللي دخل يهجم عليك. وهنا مش هيبقوا 3 بس، انت البيدق ده كمان ممكن تاخده، فيبقى معاك 4 بيادق. يعني 4 بيادق مقابل قطعه، ده معناه ان انت معاك بيدق زياده. طيب هنا الابيض اختار انه يلعب ايه؟ هنا الابيض اختار انه يلعب نايت على الدي 5، على اساس ان هو مثلا ممكن يكسر حصان في حصان، ولكن هو قال له يا عم انا مش هكسر، انا دلوقتي هقول لك هات البيدق. ودلوقتي انا طالع على الوزير بتاعك بتيمبو. الفيل بتاعي بقى سوبر 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 اكتف، باصص على المربع اللي قدام الملك على طول. اول ما الحصان اتحرك فتح له الوتر. الفيل بتاعي ده ممكن يتعدل في اي لحظه برضو على جناح الملك، وهيبقى وضعي سوبر 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 اكتف بالنسبه للفيلين. ودلوقتي الجيم ده هيوريك اهميه الفيلين دول، يعني هتشوف دلوقتي امتياز الفيلين هيعمل ايه. طيب الجيم كمل ازاي؟ هنا لعب كوين على الاي 1، رجع يحمي الوزير بتاعه وخلاه في امان، ورجع برضو ايه يعني ما بين قطعه. ولكن هنا الاسود قرر انه يلعب اي 6، امشي بالحصان. هنا هيمشي فين؟ قرر انه يمشي نايت على الاف 4 اونلي موف عشان يبقى في امان. ولكن هنا في نقله كوين على الاي 5، والنقله دي مش افضل نقله على الانجن، ولكن هي ديت اللي اتلعبت تقريبا عند الجراند ماسترز. الوزير ده داخل في وش الملك، وفي ثانيه ممكن تدفع البيدق وتجيب الروك على العمود وخلاص تهاجم. ولكن لو احنا شفنا هنا ايه هي افضل نقله على الانجن اصلا، النقله هي بيشوب تكس اف 2 على 200 تعجب تضحيه بالفيل. دلوقتي انا ما شفتش التفريع ده، ولكن خلينا نشوف النقله دي بريليانت ليه. طب النقله دي بقى ليه بريليانت؟ دلوقتي انت طالب ان انت تلعب كوين اي 5 وبعدين تخش تهجم على الملك، فهنا لما ياكل الفيل دلوقتي انت فتحت العمود ده خالص عليه، وبعدين تلعب كوين اي 5. طالب ان انت في اي وقت تجيب الروك ديت على العمود والروك التاني على العمود وتدفع البيدق وتخش تديله كش. دلوقتي ممكن تديله كش من هنا وترجع القطعه بتاعتك. شايف دي؟ دلوقتي انت الملك ده هيروح فين؟ الملك ده لو ما اتحركش ولعب اي نقله، دلوقتي انت هتديله تشيك كوين اي 3، ولما يتحرك ده في ماتات، يعني اصلا في ماتات اساسا، فالوضع بقى خطير جدا. عشان كده هو ضحى بالفيل. ولكن ده مش اللي اتلعب في المباراه، اللي اتلعب في المباراه هي كوين اي 5 على طول، بحيث ان هو ايه يحاول يهجم على جناح الوزير. طيب هنا الماتش كمل ازاي من ناحيه الابيض؟ هنا الابيض شاف ان الوضع بدا يتهالك. يعني ايه يتهالك؟ يعني شاف ان هو خلاص بقى تضحيه الفيل دي بقى ممكن يلعبها دلوقتي، وبس اخرها نقله، ولما ياكل بالملك يديله التشيك على طول ويرجع الفيل. فهنا وفيها اشكال ماتات زي ما قلنا. فهنا الابيض يعني بدا يحس بالخطر، وقرر ان هو يلعب نايت على الدي 4. فكره نايت على الدي 4 ان هو بيحاول يعدل حصانه، ويحاول يرجع هنا يحمي اي حاجه، لان دلوقتي ما دام حصانينه وفي الفيلين بتوعه بعاد عن الملك، فالملك دلوقتي عرضه لهجوم خطير. ولكن هنا الاسود لعب نقله جميله جدا عجبتني، وهي بيشوب اف 5. فكره بيشوب اف 5 ان هو بيجيب الفيل بتاعه على وتر اهم، وبحيث ان هو لما يتحرك بالحصان في اي وقت دلوقتي هيبقى الفيل بتاعه باصص على وتر سوبر اكتف. يعني الفيل ده لو هو كشف بالحصان مثلا، راح بالحصان في اي حته، دلوقتي الفيل والروك هيبقوا باصين على المربع، فالمربع ده هيبقى سوبر ويك. طيب ايه اللي اتلعب من ناحيه الابيض في الشكل ده؟ هنا الابيض رد عليه نايت على البي 3، قال له يا عم انا هرجع اطلب وزيرك. ولكن هنا في نقله بريليانت موف بتخلص الماتش. وقف الفيديو حاول تلاقيها، اعتبرك وقفت الفيديو وجيت. بوم. ايه بوم يعني؟ ايه بوم دي؟ يعني انت ايه سبت لي الوزير؟ خد الوزير. بعد ما تمد ايدك على الوزير في كش مات في 3 نقلات، هتعمل ايه؟ كش. هتقول لي ما انا ممكن اكل بالفيل وممكن اكل بالوزير. تعال نشوف لو كلت بالفيل. هنا في روك تكس بي 2. دلوقتي بعد ما الملك يتحرك هيبقى عندي روك بي 1 بالتشيك ميت. هتقول لي ايه ده مش ممكن ياكل بالروك؟ هقول لك يا عم ده دبل كش. كش بالفيل، كش بالروك، والروك محمية. فهنا ده دبل تشيك، والدبل تشيك ده بيبقى اجباري ان الملك يتحرك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الدبل تشيك ده يا جماعه اعرفوها كده، ما دام في دبل تشيك على الملك، يعني قطعتين مدين كش في نفس الوقت، لازم الملك يتحرك، اجباري الملك يتحرك. خلوها قاعده كده، اي دبل تشيك يبقى اجباري ان الملك يتحرك. هتقول لي خلاص يا عم مش هاكل بالفيل، هنا هياكل. هنا مش هاكل بالفيل، هياكل بالوزير. لو فكر ياكل بالوزير، هنا نفس الفكره، انت عندك روك تكس بي 2. هتقول لي مش ممكن اكل بالوزير؟ اقول لك لا، ده دبل كش. دلوقتي انا مدي كش بالروك وكش بالفيل لما انا اتحركت، فهنا اونلي موف انه يجي هنا عشان تديله هنا برضو تشيك ميت. هتقول لي يا عم خلاص مش هاكل بام الكوين، انا هاكل بالروك يا عم. ها، نفس الفكره، روك تكس بي 2 دبل تشيك اونلي موف تشيك ميت. هتقول لي يا عم خلاص انا مش هاكل الحصان، بعد ما يديني كش بالحصان انا هخش بالملك. اقول لك بعد ما تخش بالملك نفس الفكره، بس ديت بالبيشوب بقى، بيشوب تيكس بالتشيك ميت. طب ايه، ما ينفعش اجي هنا الحصان؟ ما ينفعش اكل الركه حاميه الفيل؟ ما ينفعش اعمل اي حاجه؟ اعمل اي حاجه؟ ما فيش اي حاجه، والجيم خلص على كده. طب خلونا بقى يا جماعه نعمل مراجعه سريعه جدا بقى على ترتيب الافكار، بحيث ان انت الافكار لما تكون مترتبه في دماغك تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. دلوقتي انت كاسود اهو، انا هجيب البوزيشن من الاول. افكار الابيض ايه لما بيجي يلعب ضد السيسيليان؟ افكاره انه بيلعب اي 4
اول حاجه يتحكم في الوسط، يلعب نايت على الاف 3 مهد للدي 4، وبعد ما يلعب الدي 4 يعني هوريها لكم كده على طول اي 4 سي 5. افكاره انه يلعب نايت اف 3 وبعدين دي 4. طبعا ده انا بوريكم اللي هو تشكيله اللي هي تفريع التنين. يعني هنا اصلا الابيض ممكن يلعب لك حاجات تانية، ممكن يقرر انه يلعب لك مثلا السميث مورا جامبت وهكذا، ولكن احنا بنشوف الدراجون سيسيليان والتفريع ده اللي هو الكلاسيك سيسيليان عادي، الاوبن سيسيليان يعني. هنا بيلعب نايت اف 3، يقول لك انا عايز العب دي 4 بحيث انه يتحكم في الوسط. هنا انت هتكمل عادي بدي 6، ده السيسيليان عادي. دي 4 بيدق في بيدق، حصان في بيدق، وهنا انت بتطلع بالحصان وتبقى عايز تفنكت الفيل، تلعب جي 6 بيشوب جي 7 وتبيت قصير، دي افكارك. تطلع بالحصان نايت دي 7 نايت سي 5، او نايت على طول على السي 6 وتجيب البيشوب بتاعك على الدي 7، او تفتح له من هنا وتجيبه على الوتر ده. واهم حاجه ان انت تجيب الروك على السي 8، هي دي المميزه للسيسيليان، ان انت تضغط على عمود السي المفتوح. طيب دي افكارك انت كواحد بيلعب السيسيليان. طب افكار الابيض ايه بقى، عشان تحاول انت لما تكون بتلعب السيسيليان والابيض يحاول يلعبها قدامك تحاول انت تتجنبها او تحميها؟ هنا افكار الابيض انه يلعب بيشوب على الاي 3، كوين على الدي 2، ويحاول يكسر فيلك ده لانه ان هو هيبقى اقوى قطعه عندك. وانت شفت في نهايه الدور اللي فات اللي احنا شفناه ان نهايه الدور الفيلين كانوا هم اللي موتوا، يعني الفيلين بسببهم حصل التشيك ميت. فهنا هو عايز يلعب بيشوب اي 3، يلعب كوين دي 2، يلعب اف 3، يلعب جي 4، يلعب اتش 4 اتش 5 ويهجم على جناح الملك، يلعب بيشوب على الاي 2، يلعب بيشوب هنا مثلا او اي حته، ويحاول ان هو يلعب ايه مش كاونتر، هو اصلا اللي بيلعب وانت اللي بتلعب الكاونتر، يحاول ان هو يهاجم على طول على جناح الملك. وشفتوا الفكره ان انت لما تلاقي الثلاث بيادق او تلاقي بيادق متصله كتير داخله عليك على جناح الملك، انت ممكن تضحي بقطعه صغيره حصان او فيل مقابل ان انت تلم البيادق ديت. لان انت لو لميت البيادق ديت اولا انت ما خسرتش ماتيريال، لان القطعه دي بتساوي ثلاث بيادق، ولكن دلوقتي انت ابطلت هجومه. ثلاث بيادق دول هم اللي كانوا عاملين هجومه، لو كنت ما كنتش ابطلت الهجوم بتاعه كان ممكن هو يضغط عليك اكتر والبيادق دي تخش على الملك والوضع يتفرتك عندك. طب الجيم هنا عادي بيكمل ازاي؟ نايت على السي 3 يحمي البيدق، وهنا انت هتلعب جي 6 وعايز تبنكت الفيل. هنا هو بيلعب بيشوب على الاي 3، بيشوب على الاي 3 عايز يلعب كوين على الدي 2 يبيت طويل، وهنا انت هتلعب بيشوب على الجي 6 هيلعب كوين دي 2، وبعدين انت هتبيت قصير يقوم هو مبيت طويل. وحتى الان الوضع كويس، يعني الوضع دلوقتي ايكوال او في 1 من 10 او 2 من 10 افضليه للاسود. هنا هو بايت خلاص طويل وانت بايت قصير، وهو هيبدا الهجوم بتاعه. هنا هيلعب لك على طول، انت اللي عليك هتلعب نايت على السي 6. هنا هو هيلعب لك اف 3، فكرته انه عايز خلاص ينضم عندك كده ويخش بالبادئ ديت على جناح الملك بتاعك. الجيم هنا عادي هيكمل بيشوب دي 7، يحاول ان هو ايه يحط فيله على مكان افضل، ويحاول ان هو يجيب الروك على السي 8. جي 4 عايز يهجم على جناح الملك. هنا انت هتقول له عادي انا عارف خطتك وعارف انت ناوي على ايه، فانت هتكمل انت بالكاونتر بتاعك بقى، تركز على عمود السي بتاعك. روك على السي 8، حطيت الروك في وش الملك والعمود دلوقتي مفتوح بالنسبه لي انا. هيرد عليك كينج على البي 1، انا مشيت من وش الروك ودلوقتي انا واقف في نص البادئ بتاعتي والوضع كويس. نايت على الاي 5، حسنت مكان الحصان وبجهز ان انا ممكن اضحي في الحصان هنا مقابل ان انا اخد 3 بيادق واحاول ان انا ابطل هجومك بالبيادق ديت. هنا هو بيلعب اتش 4، اتش 4 اهو الثلاث بادئ داخلين على جناح الملك وهيبقوا خطار جدا على الملك. وهنا انت هتلعب بي 5، نقله بريليانت تكتيكيه. ليه؟ لان هو لو كلب الحصان انت هنا هتجيب الروك على العمود وتستغل العمود، او تجيب الكوين على الاي 5 وبرضه هتستغل العمود، ولكن هي مش هتنفع طبعا عشان الكوين دلوقتي واقف وهو هياكل بالحصان ده. فهتجيب الروك على طول على العمود وبعدين تضغط عليه، ودلوقتي انت تضغط على الحصان ده بقطعتين روك وفيل ومحمي بس بالحصان، وخلاص يبقى عندك كاونتر هجوم رايق جدا. طيب هنا الابيض عادي هيكمل في خطته وهو يلعب اتش 5، دلوقتي برضه بيهاجم على جناح الملك. وهنا هتيجي النقله البريليانت موف وهي نايت تيكس البيدق. لما تاكل البيدق هنا انت ضحيت بالحصان بتاعك مقابل ايه؟ مقابل بيادق. هل البيدق دي كانت خطيره؟ اه كانت خطيره. وهنا بعد ما ياكل بالحصان انت هتلم تاني بيدق، ضاغط على تالت بيدق، ورابع بيدق هو اللي ممكن هتوقعه. فالابيض دلوقتي محتاج ان هو يركز عشان الهجوم بتاعه بقى ضعيف جدا، فهو دلوقتي محتاج بقى انه يدافع كويس جدا لان الهجوم بتاعه اصلا بقى ضعيف. وهنا بيلعب بيشوب اي 2 يحمي الحصان بتاعه عشان كان دلوقتي هياكله بفورك للركين، فحمى الحصان بتاعه. وهنا انت هتلعب بي 4، امشي يا حصان. بعد ما الحصان يتحرك هتلم البدء الثالث، ودلوقتي انت خلاص معاك 3 بادئ كويس والماتيريال بتاعتك كويسه. طالب وزيره، هنا يلعب لك كوين على الاي 1 يامن وزيره. هتلعب اي 6، امشي يا حصان، الحصان هيمشي. وهنا انت هتلعب كوين على الاي 5، ده اللي اتلعب في الدور ده داخل بتضغط. هنا كان بيقول لك قبل ما تلعب كوين اي 5 ان انت تضحي بالفيل الاول بعدين بياكل بالملك تقوم داخل بالكوين، ولكن هي هو دخل بالكوين الاول وبعدين طالب التضحيه. فقرر هنا ان هو يحرك الحصان بتاعه ويجي بالحصان هنا ويحاول يعمل اي كاونتر دفاعي. وهنا انت هتلعب بيشوب اف 5، تحرك الفيل بتاعك من على وتر دلوقتي خلاص الوتر ده ما بقاش ليه لازمه على وتر سوبر اكتف، وبعد ما تحرك الحصان. وهنا هو بيلعب النايت على البي 3 يجي يطلب وزيرك. وهنا جت النقله البريليانت موف اللي بتخلص الماتش. بوم، خلاص هيعمل ايه؟ ما عندوش اي حاجه يعملها. فهنا هياكل الوزير، وطبعا دي نقله بلندر. واي بريليانت عظيمه زي ديت ان انت تضحي بالوزير ده معناها انها اكيد فيها تشيك ميت، لان انت دلوقتي هتدي له تشيك بالحصان. لو اكل الحصان باي قطعه من الثلاث قطع هياخد التشيك ميت في نقلتين، لو اتحرك هتدي له تشيك ميت في نقله واحده. بوم،
بس كده يا جماعة، هي دي أفكار الدراجون سيسيليان أو تفريع التنين من ناحية الأسود ومن ناحية الأبيض. طبعًا أنا ممكن تكون في أفكار سقطتها أو ممكن تكون، ولكن دي معظم الأفكار صدقني. هي دي دايمًا بتبقى خطط الأبيض، ودايمًا دي بتبقى خطط الأسود. أنت دايمًا بتبقى خططك إن أنت تستغل عمود السي، ودايمًا تستغل إن أنت تحاول تهجم على جناح الوزير، لأن هو بيهجم ببادئ جناح الملك. طبعًا أنت ممكن تلاقي ناس بتلعب بالأبيض وتبيت قصير، ولكن طبعًا ده مش الأفضل. فأنت اعرف إن اللي بيلعبوه دلوقتي هو ده الأفضل، إن هو يلعب لك بيشوب E3 وكوين D2 ويبيت طويل، ده الأفضل. فلو بايت قصير اعرف إن هو ما لعبش البيست موف. فانت دلوقتي ايه، تحاول تلعب بقى ايه على ان انت عارف ان هو ما لعبش كويس او ما لعبش احسن نقله. فممكن انت تضغط وتحاول تلاقي افضل نقله انت بقى كويس. وبس كده يا شباب، كده احنا خلصنا التفريع التاني من الدفاع الصقلي، تفريع التنين او الدراجون سيسيليان. قولوا لي ايه رايكم في التفريع ده بالذات، وهل بتلعبوه ولا لا؟ لان الدفاع ده بيتلعب طبعا على مستوى الجراند ماسترز كلهم، وبيلعبوه على طول اصلا، ان هو اشرس تفريع في السيسيليان ديفense. وقولوا لي بقى لو انتوا بتلعبوا اصلا التفريع ده في الكومنتات. يلا اشوفكم على خير يا شباب، بحبكم، سلام.